النصر السعودي يرد على المشككين اللي بيقولوا ان طيارة الدون ما جابتش جواو فيليكس، وبينزل فيديو واضح وصريح وجواو فيليكس نازل من الطيارة. كمان تعظيم يا النصر، كمان تعظيم يا النصر. بيرد على اي واحد ملقوف مشكك. يا حبيبي يا النصر، اليوم ينزل الاعلان الرسمي لجواو فيليكس على صفحة نادي النصر السعودي، وهوريك اجمل حاجة خطفت عيوني مع الاعلان الرسمي. بص كده في الصورة، طب بص تحت. اوتافيو عامل لايك للفيديو بتاع جواو فيليكس. شوف الروح الجميلة اللي عند اوتافيو، فرحان بوجود روح برتغالية بين ابناء بلده معاه في الفريق. يا جيسوس لو تراجع رايك وتسيب لنا اوتافيو. يا اوتا، هتوحشنا يا اوتا. اقسم بالله انه يحبني. شفتوه يحرك طيارته في ريال مدريد، شفتوه يحرك طيارتي في مانشستر، ما حركها ابدا، حركها لاجل النصر. اتصال واحد فقط وجلب جواو حتى على طول للمعسكر بدون حتى مراسم توقيع او اي شيء. اتصال واحد فقط. رونالدو عاشق للنصر، حتى لو ما يحقق معه كاسة شاي، عاشق، حبنا خلاص. الطيارة التي أرعبت الهلاليين. باقي يجيب كل شيء للنصر بهذه الطائرة، يمكن حتى أبو مارادونا بعد يجيبه. صارت كداد مو طيارة، رايحة جاية. يا عمري يا كريس، اقسم بالله يحبني والله، أثق فيك أنت والشيطان جيسوس. الاتصال اللي يرغب فيه كل لاعب ينتظره على طول، ما فيه. الطيارة تطلع برا تنخرع، الطائرة لها هيبة مثل هيبته هو. بس جيب العفش وخلاص، جيب مصروف الطريق فقط، جيب يعني تصبير، فطيرة لوزين وحمضيات فقط، هذا اللي يبيه معك. الطيارة جاهزة تنقلك للنصر المعسكر على طول خلاص. يا عمري يا التاريخ، شوف رقبته كيف، حدة رقبته، شوف يا عمري. بس اقسم بالله احبك والله، زرافة مش آدمي. كل هذا طول رقبة، انا رقبة مالي، انا شوي ولا تقل احد ضربني زي كذا، طاق رقبتي تحت. هذه رقبة المهاجم بالراس يا كريس، لها هيبة، وقوفها هيبة مثل كريس قبل يشوت الفاول. هذا ما أراه، هذا اللي أشوفه. طائرة كريس تتحرك لأجل النصر، هكذا كتب في العناوين. طبعا العناوين بغرفة أبو مارادونا فقط. أصلح صاحبي ولا لا؟ يا عمري والله متحمس والله يا أخي، لو تجيبني أنا تحطني ظهير أثق فيك عادي. الجمهور يثق لو تحط أبو مارادونا ظهير. ترقبوا الاسم القادم. حتى جواو فيليكس ماني مطمن له، لكن دامك انت ورا الصفقة وجسس ورا الشيء هذا، انا في امان وكل الامان. يا رجال مخيفة طيارته، مخيفة تشبه سرعته بالمرتدة. لا تستبعد يقوم مارادونا من قبره ويجيبه عادي، لا تستبعد. الاتصال الاشهر اللي ما يرفضه اي لاعب مارس كرة القدم. تخيل طائرة خاصة واتصال ابن كريس، والطيارة طيارته، مين يقول لا إلا اللي ما لاعب. والله رعب يا كريس، رعب. قذفت في قلوب الهلاليين منذ بدري. رعب. السلام عليكم يا احلى متابعين ترند ميديا سبورت، اشتركوا وفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسيبوا تعليق. يلا بينا نشوف رأي الجمهور. يلا لك الحمد والشكر. الطيارة هذه أصبحت كابوس لبعض الجماهير في الدوري. الطيارة هذه بضغطة زر وبمكالمة، مجرد ما انك تشغلها عرفنا في صفقة نادي النصر جاية، فقط من غير أي تعب ومن غير كلمة لا. كلمة لا ما نسمعها. في غيرنا إلى الآن كل ما يكلم لاعب يجيه رفض، ويرجع يحاول يكلم اللاعب أكثر من مرة يقول لا. طيب تعال بنعطيك المبلغ لا. طيب تعال احنا عندنا كذا وكذا لا. روح كلم أحد ثاني يتوسط له. طيب اسمع لازم المرة هذه احنا بندلعكم لا. طيارة ضغطة زر، الو. الحمد لله على نعمة نادي النصر، الشيء اللي يبغاه يجيبه على طول، ما في صعوبة، ما في أي صعوبة أبدا، بكل بساطة وبكل سهولة اللاعب يجينا. يلا لك الحمد والشكر يا رب. الحمد لله على نعمة النصر، الحمد لله. يلا لك الحمد، يلا انك تديمها من نعمة، يلا من فضلك. مشروع النصر يا جماعة يبدأ من هنا، من هالطيارة ذي. هذه طيارة كريستيانو يا جماعة اللي جابت فيليكس،
ويقول لكم اليوم تحركت من النمسا متوجهة اسبانيا مدري انجلترا، يعني متوجهة في احد الدول القريبة، وممكن في لاعب ثاني بيوقع للنصر. هذه الطيارة يا جماعة أصبحت هي المفاوض حقنا. إذا تحركت في لاعب جاي، واقفة اعرف ما في صفقات، فاوض نايم هنا. أي حركة تناظر يمين يسار، لا في خيارات يعني يمين ولا يسار. فهذه الطيارة هي المفاوض نادي النصر الفترة الحالية. طيارة كريستيانو الخاصة صارت تنقل لعيبة النصر لمعسكر النصر يا جماعة. الطيارة هذه كابوس الأندية القادم. رونالدو مشغل طيارته توصيل مجانا، يجيب لعيبه عشان يوقعون مع نادي النصر. بيض الله وجهك يا رونالدو، ما تلا توه جاكم شراري. يعني يا رونالدو المفروض انك تعيش في زمن خلاص بالدعاج الشراري على اكرم جالس تسويه. مشغل طيارته تاكسي كل شوي بمدينة، الآن كمان طالعة المدينة تبغى توقع مع لاعب مجانا. لك الله يا نصر، بيض الله وجهك يا رونالدو. الله يوفق نادي النصر. يقول الآن تبغى تروح الطيارة، ممكن تجيب ظهير يسار، وسط يمين، الله أعلم، ولكنها جاهزة بالمطار وتبغى تطير. توقعاتكم من الصفقة القادمة لنادي النصر؟ الطائرة أصبحت مرعبة للكثير. الطائرة هذه تقدر قيمتها 25 مليون دولار. طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة. كريستيانو رونالدو هذا الموسم قاعد يتحرك. كريستيانو رونالدو هذا الموسم حرك طائرته الخاصة من أجل جلب اللاعبين. رونالدو هو على البحر جالس مصيف مستمتع، اتصل على جيسوس خلص معاه باتصال، انتهى من جيسوس اتصل على جواو فيليكس باتصال واحد خلص معاه ورسل له الطائرة الخاصة. وانا هذا والله جنون. كريستيانو رونالدو عليش ناوي هذا الموسم اللي فات كريم بنزيما كلنا شفنا ايش سوى، حرك اتصالاته، جلب ديابي، جلب عوار، جلب اسماء، وحقق لقب الدوري وحقق لقب الكاس. الان كريستيانو رونالدو على خطى كريم بنزيما، لكن هذه المرة حرك الطائرة الخاصة اللي تقدر قيمتها 25 مليون دولار. رونالدو عليش ناوي رونالدو يا حبيبي يا رونالدو موفق. مرحبا عز الرياضي، اهلا وسهلا، مرحبا فيك. فضيحة تنضاف الى نادي ابو موزة. هذه الطائرة تم تخصيصها من اعضاء مجلس الصندوق الاستثمارات العامة للاعب كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو اجتمع مع اعضاء من الصندوق الاستثمارات العامة واشترط عليهم توفير طائرة خاصة واعطائها ميزانية فوق سقف مليار يورو حتى يقوم بالتعاقدات مع لاعبين سوبر لنادي النصر حتى يبدأ الموسم ويكون النصر بكامل نجومه. ولكن اشترط على أعضاء من الصندوق الاستثمارات العامة إما أن توفروا لي طائرة خاصة وأنا أقوم من يختار اللاعبين، وعليكم أن توفروا لي سقف صفقات وكسر عقود أكثر من مليار يورو، وإلا سأعلن خروجي من نادي النصر ومن الدوري السعودي بشكل كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله. صحيت من النوم أفتح الجوال ألقى العالم الأصفر قايم قاعد، وصل كابوس الهلال. قلت كابوس الهلال؟ وحاطين صورة الطيارة، بعدين كلهم مع بعض ما شاء الله بوم كذا كلهم في نفس الوقت. كابوس الهلال، يا ويلهم الهلال مرتعبين، وحاطين الطيارة السوداء. قلت وش يعني ذي الطيارة موقعين معاها ظهير أيسر ولا إيش؟ ما أقول بتلعب. بس المرحلة أوكي يعني إحنا مدلعينهم مدللينهم، بس مو لدرجة اللي يجيبون جايبين فيها نجم عالمي بيلعب في عندهم. قلت ما أقول موقعين مع امبابي ولا إيش السالفة؟ طلعت طيارة رونالدو. طب طيارة رونالدو وش دخلنا إحنا يعني؟ كابوسنا ماني فاهمة يعني. تلعب معاكم هي يعني ولا إيش؟ تجلس مع الجمهور هي ولا ماني فاهمة؟ ترفع تيبو مع ايش السالفة؟ لا، والمشكلة رحت أبحث في إعلاميين الهلال، رحت أبحث في هوامير الهلال، ما حد تطرق للموضوع ولا حد جاب خبر طيارة لاعبهم. إيش علاقة هذه الطيارة فينا إحنا كهلاليين؟ ولا هو يعني بيصفتها خلف المرمى؟ إيش الشيء اللي ممكن يأثر على الهلال فنيا بالطيارة السوداء؟ وش فيه؟ اوكي انا ماني منصدمه انكم محتفلين ومبسوطين، هذه عوايدكم، عيد ميلاد جورجينا احتفلتوا فيه ما يعني لي، بس فكره انه كابوس الهلال لازم تجونك جماعه يا شاغل الناس من سنين طويله. لا، ما في سنين طويله، ما في شاغل الناس، في يا مضحكه الناس سنين طويله، يا مخفه الناس سنين طويله، يا اعجب الناس سنين طويله. ركز، شاغلهم شاغلنا في ايش؟
انت طالع جايب طيارة سوداء تقول كابوس الهلال. اشرح لي كيف يعني كابوس الهلال في ايش؟ يعني عديناها بطولة ودية، عديناها لاعب، عديناها جدار، يلا ها خرقة طيارة تلعب هي معنا. أنا عجزت ألقى حل لهذا الإعلان والله. شركات الاتصالات STC زين موبايل، أرجوكم اقطعوا النت عنهم، اقطعوه لين يبدأ الموسم، على الأقل إنهم ينشغلون شوية الآن وقفوه اللي قاعد يصير شيء صراحة مهزلة في حق الجمهور الرياضي السعودي. حساب نادي النصر يا جماعة عبر حسابه الرسمي حاط طيارة كريستيانو ضمن إعلان الصفقة. طبعا كريستيانو هذه طيارة صدق حق كريستيانو، طلع الموضوع صحيح. كريستيانو هو اللي قاعد ينقل اللعيبة يا جماعة ويجيبهم للمعسكر. أي لاعب بيخلص معاه النصر الطيارة تكون عند بيته عشان يجيب اللاعب، يعني ما لك لف ودوران ولا طيارة وحجز ومدري إيش، لا من مكانك لين المعسكر. هذه الطيارة جاهزة. الله يعطيه العافية الدون، والله ما قصر مع النصر بصراحة. النصر يفجرها. اوبو الله 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 الله. جواو فيليكس نصراوي الموهبة ذو 25 سنة يا اخوان، لاعب كبير موهبة، طلبه بالاسم خيسوس. اللاعب لما وقع مع النصر قال كنت ارغب واحلم باللعب مع رونالدو في فريق واحد، وايضا كان امنيتي اني العب تحت ايادي المدرب خيسوس. اعلم انه سيطورني وساتعلم منه، لان المدرب خيسوس يحب هذا اللاعب. خيسوس كان يبغاه يتعاقد الهلال مع الموسم اللي راح ورفض اللاعب وما تمت الصفقة. الآن وقع مع النصر وبسبب رونالدو موجود، لاعب موهوب كبير جدا يا اخوان. صح المعدل التهديفي واللاعب كل سنة في نادي لأنه لاعب خجول، لكن مع رونالدو راح يعلمه الجرأة وكيف يعني يثق في نفسه. مع خيسوس راح يكون لاعب كبير. أنا أتوقع راح يكون أنا أتوقع وجهة نظري راح يكون نجم وأفضل لاعب الموسم القادم. أتوقع حسب دراستي للاعب لا يقل عن 30 هدف مساهمة. راح يساهم الموسم القادم في جميع البطولات لا يقل عن 30 هدف، واحسبوها على ملك التوقعات. أتحدى لعيب حريف، لاعب مميز يكفيك بلعب في برشلونة، AC ميلان، تشيلسي، أوه لا يلعب في هذه الأندية إلا لاعب معروف إنه لاعب ذو إمكانيات عالية. مبروك للنصر، صفقة تاريخية، صفقة أوروبا الآن ميتين قهر من النصر، لأن النصر بدأ يفكر وهذا التفكير صحيح، يأخذ لعيبة صغار في السن عشان رتب المباريات، ما يجيبون شيبان ما عاد يقدر يدافع ولا يتراجع. رسميا نادي النصر وقع مع جو فيليكس، والمصيبة كلها يقول أنا جاي هنا لاستمتع، لكن خلينا نشوف الإحصائيات مع بعض. اللاعب مع برشلونة سنة 23-24 المباريات 44، الأهداف 10 والتمريرات الحاسمة 6، وعندك باقي الإحصائيات. موسم 24-25 لعب مع ناديين تشيلسي وميلان، مباريات كم 29، الأهداف كم 8، التمريرات الحاسمة 3، وعندك باقي الإحصائيات. والله العظيم إنه لاعب يفشل. I'm here to spread joy. طفت عينك، هذا الطبيعي اللي المفروض صاير في النصر من زمان. اللي المفروض يصير مع ابو سعود ان نوصل حاجز 100,000 ونتعداه. نقدر ولا ما نقدر؟ نروح نكمل مع فيليكس كذا وانت ماخذ قيلولتك. النصر يوقع مع لاعب ولا هو باي لاعب، موهبه اوروبيه، لاعب برتغالي، لاعب دولي، عمره 25 سنه، جواو فيليكس، عقد يمتد الى 2027، ومثل نادي النصر في توقيع العقد كوتينيو. بسم الله ما شاء الله على الحراك الاداري اللي احنا قاعدين نشوفه والعمل الاحترافي. كوتينيو ترى تكلمت عنه انا قبل يومين انه وقع وتوه استلم عمله، منصبه مدير رياضي في نادي النصر. الف مبروك لكل مشجع نصراوي هذه الصفقه. انا شخصيا متفائل والله العظيم باللاعب هذا، اللاعب هذا بينجح نجاح باهر مع نادي النصر باذن الله. لان اللاعب هذا طريقه قدومه لنادي النصر مدروسه، يعني لا تحسب انه صدفه يلا عجله صفقه عجله، لا الموضوع دارسينه الجماعه واللجنه الفنيه في نادي النصر، يعني رونالدو على سيميدو على جيسوس، العالم كلهم عارفين وش يبي النصر. جواو فيليكس يلعب 9.5، جواو فيليكس هو اللي بيربط الوسط بالهجوم، هو اللي بيسوي زياده عدديه في خط الهجوم، ولا هي باي زياده عدديه. جواو فيليكس يجيد التهديف، الولد يسجل. كلنا عارفين رونالدو ما راح يلعب مباريات كلها. عندك فيليكس 9.5، رونالدو راس حربه، ساديو ماني جناح ايسر، باذن الله انتوني جناح ايمن. نبي 6 بس، محور 6 وظهير يسار،
وقفل لي على الطلب. معليش ترى ما هو بس 9.5، لا تقدر انك تحطه جناح يسار جواو فيليكس، يعني لاعب ما تبلش به، خط الهجوم ما تبلش به، اضمن لك بس كمل لي الاحتياجات هذه. ريال مدريد بكبره ما خاف منه. في الختام عطني رايك عزيز النصراوي بهذه الصفقة. تفائلوا وافرحوا بصمت، ترى غيرنا قاعدين يتألمون، غيرنا قاعدين يرسلون عروض اللعيبة ويرفضونهم اللعيبة. هذه نعمة انك لما تكون نصراوي انت مطمع للعيبة الاوروبيين، باتصال بس يجيك اللاعب، لا وتختار هذا جاء المعسكر لا ما ابيه جيب لي الثاني. السلام عليكم. كلكم شفتوا كلكم عارفين جواو فيليكس رسميا لاعب لنادي النصر، لان نادي النصر اعلن، وطبعا عقده يمتد الى 2027. بكل امانه في شيء جدا ابهرني وعجبني في مراسم التوقيع، وسالت حق البرنامج الاصفر والاغلب جاوب صح، فبرضه انا بسالكم على الطاري حياكم برنامج الاصفر. الصوره امامك، عندك 5 ثواني تحاول تكتشف وش الشيء اللي عجبني في مراسم التوقيع. تقريبا خلصت ال5 ثواني. التيشيرت اللي لابسه جواو فيليكس يا جماعه الخير، لان بكل بساطه انديتنا ما تهتم بهذه التفاصيل وهذه النقاط. كريستيانو رونالدو اشهر شخص على كوكب الارض حاليا والاكثر متابعه في تاريخ السوشيال ميديا، يوم جاي يجدد مع نادي النصر لابس تيشيرت اسود، ليه ما خليته يلبس مثلا تيشيرت نفس جواو فيليكس؟ صدقني هذه فرصه تسويق غير طبيعيه. يعني انا اشوف نادي بدا يهتم بهذه التفاصيل فانا راح انعجب وانا راح اصفق، حتى لو كانت بالغلط الصراحه. الزين ما يكمل يا جماعه الخير، لان انا خشيت متجر النصر وخشيت متجر اديداس ما حصلت التيشيرت اللي لابسه جواو فيليكس. ليه ملبسين التيشيرت ما هو معروض عندكم؟ التيشيرت حلو، التيشيرت حلو، هذه فرصة تسويقية. أنا متأكد أن كثير غيري انعجب بالتيشيرت. لو قلنا أن سعر التيشيرت 100 ريال و1000 شخص اشترى هذا التيشيرت فهذه 100,000 من ولا شيء. أنت جبت 100,000 وأنت كذا قاعد فقط. فأنا مستغرب ليه أنديتنا مو قاعدة تهتم بهذه التفاصيل، مو قاعدة تسوق مثلا للتيشيرتات أو التصاميم الخاصة، المقات والدفاتر والأقلام. كنتوا تضحكون علي، لكن هذا الشيء يا جماعة الخير منجم ذهب. شوف أندية أوروبا، خش أي متجر في أوروبا بتلاقي دفتر، بتلاقي شراب، بتلاقي قلم، بتلاقي بروش، بتلاقي تيشيرت، بتلاقي تصاميم خاصة. منجم ذهب يا جماعة الخير. أنا أتمنى أنه ما يكون آخر نادي يستخدم هذا الأسلوب، وأتمنى أن النادي النصر يطور من المتجر شوي، لأن المتجر الصراحة تعبان جدا جدا جدا. قلنا أنتم رأيكم بهذه النقطة، هل تشوفون أنا بلغت أو لا أنا صادق؟ أنا أشوف أن أنا صادق يا أخوان، لأن أنا أعرف شغل المتاجر وأعرف أن المتاجر تدخل ذهب. فتخيل أنت متجر النادي الرئيسي، تخيلت بس. أخيرا المركز الإعلامي بنادي النصر يعلن عن توقيع جواو فيليكس بشكل رسمي مع نادي النصر، وهذا هو مقطع تقديم اللاعب مع نادي النصر. مو بس نادي النصر اللي أعلن عن توقيع اللاعب، حتى حساب منتخب البرتغال أعلن عن الصفقة. بصراحة تمنيت مع التأخير هذا في إعلان الصفقة أن يكون مقطع التقديم أفضل من كذا. عموما ألف مبروك الصفقة، وبإذن الله يكون لاعب ناجح مع نادي النصر. إذا ودك تتابع أفلامك ومبارياتك بأعلى جودة، متجر كارس يوفرها لك بالضمان الذهبي، الرابط في الباي. جواو أحمد فيليكس رسميا في النصر بعد الإعلان وفي التمارين ومصورينه. ده لاعب خطير، لاعب تلقاه بالافاتارات، يلعب افاتار 9، يلعب في اكس، يلعب 8.5 في الافاتار، بالليل في ما في مشكلة. أنا أتمنى أن تجربتي معك في ميلان ما تتكرر. أنا ماخذ منك فكرة سيئة بصراحة يا جواو أحمد فيليكس، ماني بحابك، كارهك. وأتمنى أننا احنا كجمهور ما نكون نفس المدربين اللي يثقوا فيك كلهم، ولكن ما أعطيتهم أو ما كافأتهم على الثقة هذه. جواو أحمد فيليكس قال أنا متحمس أشوفكم في الملعب وابغى افوز معكم، واهم شيء نستمتع. عنده دشره البرازيليين، هذه المهارات البرازيليه عنده موجوده. اللاعب لعيب تو صغير، يعني اتوقع 24 25 سنه. فانا بيني وبينك الايام يا جواو احمد فيليكس. سلام. جواو فيليكس نصراوي، ما عليكم من صوت مكيف. اهلا بك في معقل البطولات ومعقل الانجازات، واهلا بك في معقل العالميين الأساسيين الأصليين. أهلا بك، بإذن الله ما تنام عينا راح نحقق السنة دي 2 3. هذه أقل شيء بطولتين أقل شيء إن شاء الله 3 بإذن الله. ونادي النصر يوقع رسميا مع اللاعب جواو فيليكس. مثل ميلان، مثل تشيلسي، مثل برشلونة، مثل أتلتيكو مدريد، مثل الأندية الكبيرة كلها العالمية. وبإذن الله ما تنام عينه راح ينجح مع نادي النصر. نقول إن شاء الله بإذن الله. أنا يا نواف أنا ماني متفائل فيه مرة، أقول الصدق، لكن نقول ان شاء الله باذن الله ما نتخاذل احنا الجمهور نقول ذا خلاص ما راح ينجح وما ادري ايش. ان شاء الله نبي ينجح باذن الله مع الفريق، يتاقلم مع الفريق، وباذن الله انه يفرح ببطوله السوبر واسيا والدوري وكاس الملك. اهم شيء لا تتخاذلون، يجيك لاعب تقول ذا بيفشل ذا، لا قل ان شاء الله انه بينجح ويبدع مع الفريق، حتى لو انك عارف انه من جنبه ما عليه عادي، قل ان شاء الله انه بينجح مع النصر. ان شاء الله انه بينجح باذن الله، باذن الله ما تنام عينه. النصر باقي بقاء الحياه،
النصر باقي وراح يعود بإذن اللي ما تنام عينه. ومن حاول التطاول على نادي النصر راح يعض أصابع الندم. كل نادي حاول يتطاول على النصر راح يعض أصابع الندم، وأول واحد راح يعض أصابع الندم الاتحاد بعد أسبوعين بإذن الله في السوبر، بإذن اللي ما تنام عينه. يلا اضرب أنت وياه. ألف مبروك الجمهور العالمي جواو فيليكس. لكن ليش السلبية هذه؟ اللي يطقطق والأندية الثاني يطقطق والنصراوي سلبي جدا. اقدر آخر مقطع واضمن لك انك راح تتحمس جواو فيليكس. طيب خلونا نتكلم بشكل سريع. فيرتز منتقل ليفربول السنة ذي 125 مليون باوند ومن أفضل لاعبين الوسط. سألوه من قدوتك بكرة القدم؟ قال جواو فيليكس. فيرتز يعرف موهبة فيليكس، تيجي الأندية الثاني يطقطق على النصر، شيء غريب. وخذ هذه بعد، جيسوس ترى كان أكثر واحد مؤمن موهبة جواو فيليكس من أيام بنفيكا، كان يقول بالمستقبل بيطلع لاعب كبير جدا. يا نصراوي بس ابيك تستانس وتفرح بصفقة جواو فيليكس، لأنك بتشوف أعظم نسخة من جواو فيليكس بالنصر. عنده خيسوس بيوظفه أزين توظيف حرفيا، وقدامه رونالدو يفهمون بعض من أيام المنتخب، يعني بتشوف أعظم نسخة جواو فيليكس. حرفيا بيدمر الدوري، وتذكر كلامي. شايفك النصراوي اللي ما ودك تتحمس مثل باقي المواسم وتفشل آخر شيء، لكن موسم ذا مع خيسوس بيعطيك موسم تاريخي. خيسوس هذا نظامه، أول موسم يسعدك تقول أبي يستمر الموسم الجاي، يبقى يقعد الموسم الجاي تبي ينقال. هذا خيسوس باختصار. فانبسط النصراوي لأنه وراك موسم عظيم. تقول لي كذا رسميا مباراة فيليكس الأولى ضد الاتحاد، ومن في الانتظار يا فيليكس يا ويلو. مواطنة البرتغالي بيريرا في الانتظار وكانتي وربك ما يمشي. هل تتوقعون فيليكس يقدر يغلب دفاع الاتحاد ويهدي النصر الفوز بمباراتها الأولى ولا لا؟ النصر أعلن عن جواو فيليكس بشكل رسمي. الصفقة اللي استغرقت مفاوضاتها مكالمة تليفون واحدة، برسل لك الطيارة الخاصة حقتي تجيبك لعندنا. هذا اللي فعليا صار. جواو فيليكس جاب الطيارة الخاصة حقت رونالدو عاشق للنصر، لاعب واصل بحماس عالي رغم انه كان بينه وبين بنفيكا خطوة، الين رونالدو تدخل وحول مساره للنصر. اكثر شيء اللاعب متحمس له انه حيلعب تحت قيادة خيسوس، وطبعا انه بجانب رونالدو. يعني الصفقة هذه 95% من الناس تقريبا متشائمين فيها، وهذا اللي مخلي عندي احساس انه الصفقة هذه بتنجح مع النصر. اللاعب هذا عنده امكانيات فوق الخارقة لكن مدفونة من 2020 تقريبا. هل خيسوس بيقدر يفجر هذه الامكانيات؟ هذا اللي بنشوفه. المهم اخوان لا تنسوا المتابعة واللايك. السلام عليكم. النصر يعلن عن صفقة جواو فيليكس. للأمانة النصراوية ما أعرف ليش وقعوا مع اللاعب هذا، ولو نجح مع نادي النصر فهذه مفاجأة. أول شيء جواو فيليكس كان دكة في كل الأندية، وهذا إحصائياته. الاستحواذ تقريبا زي ما أنتم شايفين كله أحمر. الدفاع في الجانب الدفاعي جدا سيء. طيب في الجانب الهجومي تسديدات سيء، في التمريرات سيء. ومشكلة جواو فيليكس هو مو قوي في الضغط العالي، ولا هو قوي بدنيا. طيب هو سريع؟ لا. هو مهاري شوية. طيب هو صانع؟ لا. طب هو مهاجم هداف؟ لا. طب هو جناح في التيت؟ برضه كمان لا. الامل الوحيد لكم يا نصراوية انه كريستيانو يغيره، اما غير كذا والله ما اتوقع. لكن نقدر نقول للنصراوية الف مبروك للموهبة اللي حتعيدوا اكتشافها. والله يسعدك عزيزي المشاهد، لا تنسى تدق الفول وتصلي على النبي. مو احنا اللي نحتفل بطيارة جورجينا وراعينها ونقول لكابوس الهلالي، لا والله هذا الكابوس اللي ما خلاكم تنامون بعد الركزة. عرفت الفرق بين انجازات الهلاليين وانجازاتكم. اخذناه على ظهرك لما ركزنا الركزة، واخذناك جسر عبور للنهاية، واخذنا دبل عالمية. فرق بين طيارة الهلاليين وطيارتهم اللي هيكون فيها طيارة جورجينا، ان الهلال لما جلدهم بالتسع محطهم في ارض الملعب، طلعوا لاعبتنا للطيارة مع الكاس ويرقصون في الطيارة، والجار يناشبون جورجينا وراعينها في طيارة كريستيانو. لا يا حبيبي، الهلاليين يختلفون. تعرف ان هذا الاحتفال على ظهرك ب9 لاعبين اخذنا البطولة، مو احنا اللي نحتفل بطيارة واحدة ورعانها، لا نحتفل بانجازاتنا. الظاهر الموضوع بيتكرر. رفض الهلال مشاركة المنتي في كأس العالم، وذهب الهلال وحيدا بدون أي صفقات. الآن رفض الهلال المشاركة في فتح معرض المنتي في كأس السوبر، وشوف صفقات الهلال متوقفة، وخضير كل يوم صفقة. والله أعلم إنها من مداخيل الهلال، الله أعلم، ما أنا ما ندخل في النوايا، الله أعلم. الفيديو ده صعب وهيزعل ناس كتير، لكن اختلاف الرأي لا يفسد للبطيخ قضية. حبيب قلب بسيطة رغبة الحاجات اللي في جنبه، وتعالى نحكي. كل اللي هيتم طرحه من خلال وجهة نظر المتواضعة، ما لي علاقة بأفكارك، ما لي علاقة بانتماءاتك. أنا هقول اللي في الطاسة دي شايفة إن النصر السعودي يستحق الدعم ثالث ومثالث، إن النصر يستحق إن ياخد بطولات ويتم دعمه زي ما تم دعمك وأخدت بطولات زيك بالظبط. الموسم اللي قبل اللي فات كان المتظبط والمتروق عليه نادي الهلال، الموسم اللي بعده كان المتظبط والمتروق عليه نادي الاتحاد، الموسم ده انا بقى
انا بقى يا جدعان اخد بطولات يا عم. تقول لي عندكم رونالدو. حبيبي كريستيانو رونالدو جه الدوري السعودي تعاقدا مع وزارة السياحة قبل حاجة اسمها صندوق الاستثمار والبطيخي، عشان هو راس المشروع الرياضي، فطلع لي الدون بره يا حبيب قلبي وتعالى نكمل. الكلام كبير، الكلام كبير. سيبك من ده كله. السنه اللي فاتت حصل حاجه بسيطه جدا. كريم بنزيما حزن لما لقى النادي بتاعه بينجلد بالخمسه من النصر، ده يسكعوا على جفاه، ده يديله في وجهه، ده يلطشه. ايه يا جدعان الاتحاد ده بيقولوا عليه نادي كبير، بيتلطش من طوب الارض. نادي الاتحاد نازل يلو يا جدعان، انقذوا هذا النادي العظيم، انها الجماهير الصفراء، انهم ينافسون الاهلي على كبير جده وكبير يلو احيانا. بالله عليك انقذنا. يحصل يا معلم يتم دعم نادي الاتحاد. دعموا مين؟ موسى ديابي، برجوين، عوار، غير اداره، شيل اداره، ترتب الدنيا، يعمل كل شيء من اجل اللي بنزيما بيعيط في فرنسا. نقول يا ابو شريكو اسمي البلندور، انا غبت حياتي كلها على ما خدت واحده بلندور، البلندور ده عيون. وتم دعم مين؟ كريم بنزيما والاتحاد من نار. وبقى الاتحاد معاه منظومه كاسحه، اجنحه رهوانات بتجري في الاطراف، وجايبين له عيل تناصور في الدفاع ما انتش عارف تعدي لا يمين ولا يسار. ومش هنتكلم عن الاخطاء التحكيميه اللي بتزوفها، لان بتجيب مسائل قانونيه مالنا علاقه فيها، خليها في خاطرك وفي خاطري، لانها بتجيب وجع حبتين مالنا علاقه فيها. لان الانديه كلها احيانا بتستفيد من الاخطاء التحكيميه ده وده. ايه المشكله بقى لما انت تستفاد حبتين بزياده؟ المره الجايه انا استفيد بزياده انا كمان، لانها حظ في الاول وفي الاخير. ولا يا شباب؟ اذا بعد القوه والهيمنه دي كلها، نادي الاتحاد دخل بذهن صافي، بعيد عن اسيا وبعيد عن اي شيء، عنده دوري وكاس ودنيته رايقه جدا جدا جدا، وقدر ينافس على بطولتين محليتين وخدهم. انا عارف انك هتيجي تقول لي يا ابو العز بس فاز على الشباب بالتحكيم وفاز على ده بالتحكيم ماليش علاقه. الاخطاء التحكيميه وارده في كره القدم. فتواجهك بقى حاجه غريبه، بعضهم يقول نادي النصر نادي فاشل وما يستحقش الدعم. ليه يا حبيب قلبي؟ ما انت السنه اللي قبلها كنت انت نادي فاشل، الدنيا ملطشاك مسجعاك، النصر واخدك مخمس في وجهك، الدنيا مجلود. ده انت حتى كيسيه سجل فيك ومسكوا عليك زله بتوع الاهلاويه، قال لك رايح باقي ولا ماليش فيه، بس المهم ان انت اتمردغت. جمل تلطيشيه من حيث لا تدري. كنا افتكرناك خلاص هتنزل تنافس ضمك والتعاون والانديه اللي شبهك دي، لكن قدرت ترجع بصراحه بعد دعم جبار للتنافسيه. شوف بقى النصر ما خدش دعمك، لكن يا تاني الدوري يا تالت الدوري قاعدين في حلقكم ومظلومين وقاعدين في حلقكم. بس كده همسي على الواد حبيبك بتاع جده التاني. الواد بتاع جده التاني لعب يمكن ب 15 اجنبي، ما رضاش يمشي الاجانب. مين اللي دفع فلوس الناس دي كلها؟ رواتب ودنيا مالي فيه، مش مشكلتي، لكن تم دعمه وسنده ان يلعب باسيا ب 200 اجنبي لحد ما خد اسيا. واحنا عمالين نعاني من اصابات ومشاكل مالنا فيه. في الاخير هو اللي اخد اسيا. عنده كام اجنبي يا واد يا ابو العز؟ انتوا بتاعي 15 اجنبي. مالنا علاقه. اخد اسيا، واخد بطوله اسيا بتنافسيه من نار وتبغى دعم. التاني واخد دوري وكاس وتبغى دعم. ليه يا حبيبي؟ منظومتك اهي، منظومتك خدماك. اذا الموسم اللي فات اتقشر تماما على الاتحاد والاهلي، فزتوا بيه. الموسم ده بقى سيبوه لنا يا حبايب قلبي نفرح. طب الموسم اللي قبله الهلال كان فايز بيه، وسلسله الانتصارات الغير منتهيه ده كله حصل امتى؟ بعد البطوله العربيه. يا دوبك جلدناهم في البطوله العربيه بريمونتادا جباره. وخد عندك تلطيش، ايش اللي صار؟ صفقات الدين. لكن الولد الهلالي عنده مخرج جبار يخرج من اي دعم. اي دعم هيقول لك نشكر سيادة سمو الأمير وليد بن طلال على دعمه الكاسح لنادي الهلال، فما تقدر تحاسبه لأن عنده مخرج جبار. ومالنا علاقة، أنا مالي علاقة، يدعمه ما يدعمه مالي فيه، ياخد من صندوق الاستثمار ما ياخدش مالي فيه، مش قضيتي. أنا قضيتي إن يتم دعمي زي ما تم دعمك، واخد بطولات زي ما أنت خدت بطولات. لان انا كنادي قادر ان انا اما لعبك اجلدك عادي، بلطشك عادي، اديتك 5 عادي، جلدت الهلال ب3 عادي، يعني انا بلطش فيكم عادي. يبقى انا محتاج شويه دعم وسناده وتعزيز نفسي وتاهيل نفسي وتاهيل اداري، مش جهود اللي عليه قواضي فساد جايبين تحشروهولنا في النادي تحشيري ومش عارفين ناخد راحتنا، وناس متوظفه هلاليين في قلب النادي، ونطلع بهاشتاجات النصر للنصراويين. تعبنا، احنا تعبنا، ما صدقنا الاداره طارت ومشت. عايزين بقى اداره كويسه تعمل بجد وجد، ومن الاخر ابقوا حاسبونا بعد الموسم ده. حين احنا اداره قويه قادره على التنافسيه، سيبونا بقى نشتغل وابعدوا عننا وحاسبونا اخر الموسم. لو ما جبناش بطولات
من حق اي صانع محتوى يطلع يتكلم ويبكبك ويحكي ويقول ان نادي النصر لا يستحق دعم، لكن ده بعد لما اخد فرصتي زيك، دعم زيك، اخد نفس التعزيز زيك. وخد بالك لو انت بتحب الكرة السعودية الصح هتبقى حريص على ان النصر يتوج بالبطولات خدمة للمشروع الرياضي في اخر سنة لصندوق الاستثمار من اجل الدور والاعلام الخارجي ان يتكلم عن الكرة السعودية. البطولة لو اخدها الدون هترن وتزن في الكرة الارضية بحل. يعني من الاخر مصلحة الكرة السعودية ان الدون يتوج مع النصر السعودي ببطولات. هتقول لي وانا مالي؟ اقول لك لانك حاقد. انت لا سايب كده ولا سايب كده، انت عايز لوحدك. سيبنا يا عم بقى وحل عروسنا. حبيب قلبي يا بطل، كل اللي انت سمعته ده عباره عن راي شخصي ليا، حبيت ادردش فيه. صحيح الفيديو طويل شويه لكن حبيت احكي حاجات في خاطري، لان في ناس بيشغلوا ميوزك حزين ويعتمدون على التاثير الموسيقي من اجل ان يقللون من نادي النصر السعودي. يا حبيب قلبي، زي ما عندك لسان بيتكلم عندنا ألسنة بتحكي، وزي ما عندك ردود عندنا ردود، وزي ما عندك جوال وكاميرا عندنا جوال وكاميرا، وزي ما تشوف الأمور من خلال بطيختك أنا كمان بشوف الأمور من خلال بطيختي، ومستعد أعطيك ميوزك حزين أنا كمان عادي. أقول لك هديك ميوزك. حبيب قلبي سيطرة، لا تنسى تعطينا رأيك في الكومنت في الكلام اللي أنا حكيته يا بطل، ومش عايز أي حدا يزايد على نصراويتي. تراني إنسان محب للنصر، عاشق للنصر، مدافعا على النصر من خلال وجهة نظري. تحسب إنك عشان سعودي تقول النصر والمصري يحكي؟ مالك صلاح، دي أندية كرة قدم. مفيش واحد هيجي أسباني يقول لك انت بتتكلم ليه عن ريال مدريد؟ انت مالك ده خاص فيك. مفيش الكلام ده الا اذا كنت عنصري بحت. فلو ظهرتني واتكلمت هطلع اجلدك كلب، لان احنا كلنا اخرنا كاميرا، لكن لو في الحقيقه مش هتعرف تقول لي كلمتين على بعض. عموما مش عايز حدا يزايد على نصراويه حدا. حلو الكلام؟ سلام يا صيد. يا اخوان اخيرا نادي النصر ينزل اعلان جواو فيليكس، اخيرا رسميا نزل بعد ما دخل تدريبات، بعد ما دخل معسكر، بعد تدرب مع كريستيانو. هذه الصورة توضح لك انه اللاعب فاشل. ما في بنفيكا بدع، ما اتلتيكو بدا يرتقي، ما تشيلسي بدا يعفن خلاص، ما برشلونة شوي ها، ما اسي ميلان بدا يعفن شوي خلاص، بقى قليل يعفن. مع النصر راح يعفن كامل، ما راح يلعب اي مباراة زينة، لاعب فول سلام. هل هو لاعب صانع؟ اذا ما كان هداف فممكن يكون عنده التمريرة مو طبيعية. ارقامه في الصناعة اضعف بكثير، ما توصل نصف اهدافه في الصناعة. يعني لو جيت تشوف من اكثر دوري في العالم اعطى جواو فيليكس عدد ضخم من الدقائق والمباريات، بحكم انه ما لعب في فترته مع ميلان كثير، وان لاعب ما نجح في الدوري الايطالي ولا نجح في الدوري الانجليزي قطعا في عارضه لتشيلسي وبيعته لتشيلسي. تعال التفت للليغا، 127 مباراة، عدد ضخم جدا من المباريات. كم تتوقع من 127 مباراة جواو فيليكس أعطى أسيست؟ مع أنه لعب مع مهاجمين فطاحلة، بمعنى الكلمة فطاحلة. كم تتوقع أعطى أسيست؟ خمن. 17 أسيست فقط من 127 مباراة في الدوري الإسباني. وفي الموسم الماضي لعب 41 مباراة، الموسم الماضي عنده 3 أسيست بس. الموسم اللي قبله كان 6 أسيست. هذا أعلى عدد أسيست وصل له في مسيرته، سواها مرتين إنه يوصل ل6 أسيست ترى في كل البطولات. الموسم اللي قبله كان عنده 2 أسيست أو 4 أسيست كذا. لو تيجي تشوف مسيرة جواو فيليكس في طوال عمره، أعلى معدل مساهمة وصل له في الدوري، بس أعلى معدل مساهمة وصل له كان موسمه الثاني مع أتلتيكو، 13 مساهمة هدفية في الدوري. الباقي كلها أقل، كلها أقل، مع أنه اندفعت في أرقام كلها أقل، مع أنه في ناس يقولون بدع في مع برشلونة، بس ترى مساهماته ضعيفة جدا. واضح إنه استراتيجية النصر في التعاقدات في هذا الصيف جيبوا أي لاعب قدوة رونالدو بس، بغض النظر عن أي شيء ثاني. خير طبعا أنتوني على بعد كرة ذهبية واحدة بس، يتساوى في عدد كرات الذهبية لنيمار، ما قد خسر أي مباراة فاز فيها، وهو ما في سبب. بالصراحة يعني بعيدا عن أي شيء، وأنتوني قدم نص موسم رائع مع ريال بيتيس. وعلى ذكريات أياكس، أيام أياكس، لا بس عارفين لما جابوا دوران كان مفروض إنه الصفقة اللي ما أدري إيش، في العادة كذا وفنر بخشة. حاسس إنه صفقات النصر مرة هذه حتنجح، لأنه الكل شايفها صفقات فاشلة، هي ممكن تضرب معاهم بالعكس، ما في غير كذا.
المهم اخوان لا تنسوا اللايك والفولو. يا اخوان واحد منزل الصورة هذه يقول مراحل تطور فيليكس. والله والله شوف إجابة صح. شو كان بنفيكا يعني موهبة، بعدين اتلتيكو شوي بدأ يفسد، تشيلسي نص فساد، برشلونة خلاص، الميلان مرة، أما النصر خلاص. واضح انه استراتيجية النصر في التعاقدات في هذا الصيف جيبوا اي لاعب قدوة رونالدو بس، بغض النظر عن اي شيء ثاني. خير طبعا انتوني على بعد كرة ذهبية واحدة بس، يتساوى في عدد كرات الذهبية لنيمار، ما قد خسر اي مباراة فاز فيها، وهو ما في سبب. بالصراحة يعني بعيدا عن اي شيء، وانتوني قدم نص موسم رائع مع ريال بيتيس. وعلى ذكريات اياكس، ايام اياكس، لا بس عارفين لما جابوا دوران كان مفروض انه الصفقة اللي ما ادري ايش، في العادة كذا وفنر بخشة. حاسس انه صفقات النصر المرة هذه حتنجح، لانه الكل شايفها صفقات فاشلة، هي ممكن تضرب معاهم بالعكس، ما في غير كذا. المهم اخوان لا تنسوا اللايك والفولو. وقعتم ما شاء الله. لا في تطور المرة هذه. يعني لو تلاحظ يا عزيز المشاهد، موجود سميدو، موجود الصديق رونالدو طبعا من 2013، موجود كوتينو المدير التنفيذي الجديد. لا في تطور يا رجل، في تطور. لا وزيادة على الموضوع هذا، من اللي جايب جواو فيليكس؟ طيارة. وتخيل ان اول شخص يكون يعني مجاني، تذكرة مجانية. طيارة مين؟ طيارة رونالدو. تحسنت اوضاعكم ها يا اخي، سبحان الله. ترى الدنيا كذا يا اخي، اليوم تكون ما عندك شيء وعندك ظروف، بكرة الدنيا تتحسن. شوف ما شاء الله التوقيع عندهم مثل السلام عليكم. والله احنا محتاجين صفقات. لكن على العموم يا جماعة الخير، ألف مبروك للصفقة للنصراويين، صفقة ممتازة نوعا ما. اللاعب هو موهب، ولكن مشكلته مزاجية. وأيضا يا جماعة الخير تتكلم إنه مع خيسوس، يعني تحت قيادة خيسوس الموضوع يعني مختلف جدا. ولكن بنشوف ترى اللي جايبه مين؟ رونالدو، واللي جايبه مين أيضا؟ خيسوس. خيسوس ورونالدو. أتمنى أن يكون الطرح واضح وصريح، ما هو جايب أحد ثاني من برا. صدمة قسم بالله، لو تعرفون تكاليف صفقة جواو فيليكس تنصدمون يا عيال. ايش هذا؟ تخيل معي بس 50 مليون يورو شراء عقد كذا كاش يا حبيبي، 70 مليون يورو راتب اللاعب لمدة موسمين بس، يعني 520 مليون ريال ينطح ريال. والصدمة الكبرى وين يا عيال؟ قبل نكمل ب 15 ريال كذا تتابع كل شيء، مباريات، مسلسلات، افلام بدون تغطية وعليه ضمان، الرابط في البايو. الحق تخيل موسى ديابي، رايكوفيتش، بريرا، عوار، رواتبهم كلهم اللاعبين الأربعة أقل من راتب جواو فيليكس. يا لطيف يا شيخ.